الفيديو ده هيكون شرح لأول 5 أيام في حياتي على السوشيال ميديا، إزاي بدأت صناعة المحتوى وإزاي خدت الخطوة وإيه اللي اتعلمته من الكام فيديو اللي نزلتهم. طبعا ده أول فيديو طويل ليا على اليوتيوب وإن شاء الله مش هيكون آخر فيديو. يلا بينا نبدأ. طيب الفكرة جاتلي من إمتى؟ مبدئيا كده الفكرة جاتلي من زمان جدا، بس طبعا زي أي حاجة بنأجلها كنت مأجلاها. بس في نفس الوقت كنت بحضر ليها عن طريق صناع المحتوى، كنت بشوف محتواهم بيعملوا ايه وبيصوروا ازاي، افكارهم شكلها ايه، ومين اللي عايزة يكون محتوايا ماشي في السكة بتاعته. وفي الحقيقة البداية ما كانتش سهلة، لاني كنت مترددة جدا ومش عارفة ابدأ منين. وطبعا في اسئلة كتير في دماغي، هل هنجح؟ هل هعرف اعمل مونتاج؟ هل هعرف اصور؟ ولكن مرة واحدة صحيت الصبح يوم عيد ميلادي وقررت اني هبدأ، ايا كانت النتيجة هتبقى ايه. فانا هبدأ من دلوقتي. كمان لاني كنت قريت جملة قبل كده او سمعتها، في الحقيقة مش فاكرة، انك بعد سنة من دلوقتي هتتمنى انك تكون بدأت دلوقتي وطبقتها على طول. صحيت وصورت وبدأت أقول يومي مشي إزاي، ولأني كنت مأجلة حاجات كتير قوي بقالي 2.5 سنين بسبب المسؤوليات اللي أخدتني، فكان لازم أحط وقفة وأبدأ من جديد. وده بالفعل اللي عملته في الفيديو الأول ليا، واللي بيدور حوالين كده. أول ما نزلت وشفت التعليقات الإيجابية من الناس القريبة مني ومن المشاهدات طبعا اتحمست، وبدأت أكتب سكريبت الفيديو التاني. بس التجربة الأولى خلتني أخد بالي من التصوير أكتر، هكتب إيه وهيمشي عليها أنهي لقطة وهجيبها إزاي. وكان الفيديو التاني بيدور حوالين أول عزومة ليا في رمضان، وإني بدأت أخد خطوة جد في حياتي، وسجلت في الكورس اللي عايزة أخده من زمان واللي إن شاء الله هيبدأ بعد العيد. وحكيت فيه تفاصيل الخروجة ويومي كان ماشي إزاي. وفي الحقيقة التعليقات اللي حواليا حمستني أكتر، فنزلت الفيديو التالت، واللي كان عبارة عن نصيحة من موقف استوقفني، وهو إني لازم أفصل من الروتين والمسؤوليات حتى لو برسم هلونها. وكنت بنصح فيه المشاهدين إن هم يعملوا أي حاجة في يومهم بيحبوها، حتى لو كانت ربع ساعة بس من ال24 ساعة. وتقدروا ترجعوا لكل الشورتس اللي نزلتها علشان تعرفوا أكتر أنا بتكلم عن إيه. بدأت المشاهدات تزيد وألاقي إعجاب من ناس معرفهاش، وهنا بقى حسيت إنه مش كفاية وإني لازم أتمكن أكتر. فاشتريت كورس صناعة المحتوى، والكورس فادني جدا واداني دفعة إني أكمل وأبدأ اليوتيوب. كمان خلى عندي أفكار أكتر وأعرف إزاي أطبقها بطريقة صحيحة. وعلى فكرة، لو عايزين تبدأوا أي حاجة، في كورسات كتير قوي مجانية على اليوتيوب تقدروا تتابعوها وبتكون مفيدة جدا. مش علشان أنا اخترت الطريقة المدفوعة ده يقلل من الحاجات المجانية، بالعكس، زي ما قلتلكم لازم تبدأوا أيا كانت الظروف ايه، بمعنى أصح ورط نفسك. المهم إني اتحمست أكتر وكتبت السكريبت الرابع والخامس، وبدأت أخد خطوات فعلية فيهم وأشوف إزاي ممكن أطلعهم بأحسن طريقة. وبصراحة أنا مبسوطة إني معاكم دلوقتي لأسباب كتير، أولها إني إن شاء الله أكون سبب لأي حد نفسه ياخد خطوة في أي حاجة نفسه يحققها. وتاني حاجة إني قدرت أتغلب على التسويف وأضغط نفسي في وسط المسؤوليات إني أعمل حاجة بحبها. أنا هنا ولسه بتعلم معاكم، ولسه بإذن الله هحقق حاجات هشارككم فيها. وانتوا كمان ابدأوا واكتبولي أحلامكم في الكومنتات، وكمان اكتبولي مين أكتر حد بتحبوا تتابعوه على السوشيال ميديا. بس طبعا ما تنسوش تعملولي لايك وسبسكرايب لو عجبكم المحتوى بتاعي. كمان هتلاقوا كل حساباتي على قناتي هنا. ما تنسوش تعملولي فولو. وبس كده، تصبحوا على فرح. نسيت أعرفكم بنفسي، أنا علا عصام ودي قناتي.